السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم. من كام يوم والسوشيال ميديا والقنوات الفضائية محتفلة وبتستضيف بنت اسمها شادن مصطفى. قلت أدخل أشوف إيه قصة شادن دي وإيه الإنجاز العظيم اللي عملته. لقيت الست شادن هي خريجة كلية آداب جامعة القاهرة، وفي حفلة التخرج طلعت على المسرح شغالة موسيقى نوبي ونزلت رقص في الوقت اللي كانت لابسة فيه فستان بفتحة طويلة جدا فوق الركبة. طبعا المنظر ما ينفعش خالص، ده مسخرة مش حفلة تخرج. يوم والتاني ولقيت بنت صعيدية برضه في حفلة التخرج طالعة على المسرح وموسيقى صعيدي ونازلة رقص. تحس كده ان الموضوع قلب على مالها ليلي. واللي يزعلك بقى مش بس ان البنات عملوا كده، لا كمان تعليقات الناس على السوشيال ميديا بيشجعوهم وشايفين ان دي حاجة لطيفة وانها فرحونا ومبهجة. شوف برضو الإعلام وهو بيستضيفهم كأنهم أنجزوا، كأنهم عملوا يعني إنجاز عظيم يستحق الاحتفال بيه. فين العلماء وفين الناس المحترمين؟ في ناس كتير قوي تستحق ان احنا نحييهم ونشجعهم ونستضيفهم، لكن بالشكل ده احنا بنشجع التفاهة. الجامعات المصرية بقالها 100 سنة بتطلع خريجين في كل التخصصات شرفوا البلد في العالم كله. جايين دلوقتي بعد الجامعات المصرية ما خابت وطلعت بره التصنيف تعملوا الاحتفالات دي كلها بلا خيبة. على ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ده احنا لو عملنا لكم امتحان املا نصكم هيسقط فيه.